عليكم الاخوان ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم خير بلادي. تنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. الوجهه ديال اليوم هي المدينه ديال اكادير. حنا ما كرهناش اننا نزوروا كاع المناطق ديال المغرب اللي فيها الخيل، حيتاش المهمه ديالنا هي نعرفوا بالخيول ديال المملكه كاملين. ما تيهمناش الخيول المنطقه فين غادي تكون، ولكن للضروره احكام. ان شاء الله الاقاليم كامله اللي ما نيلاش الحق ديالها من التتبع الاعلامي، الشمال في الناس ديال الصحراء لا من الناس ديال الشرق اللي ما مسلطاش عليهم الاضواء. ان شاء الله كلشي غادي نحاولوا نزوروا ربوع المملكه كاملين. بالنسبه للفيديو ديال اليوم غادي يكون من المدينه ديال اكادير. زرنا اسطبل نقدروا نعتبروه افضل اسطبل كاين في مدينه اكادير، نظرا لان المدينه ديال اكادير ما فيهاش الكسابه بزاف ديال الخيل. الفيديو ديال اليوم غادي يكونوا فيه جدوعه الصغار، من بعد غادي نديروا العودات ومن بعد غادي نديروا الخيل. نظرا لان الاسطبل مقسم لثلاثه، فاحنا ارتئينا ان الفيديو تقسم على ثلاثه، ونظرا لان المالك ديال الاسطبل عطانا معلومات بالخصوص ديال كل فئه من هادو اللي قسمناهم، داكشي علاش ارتئينا ان كل جزء يكون بوحدو. من هنا تنوجه التحيه للحاج الطنطاوي اللي بالنسبه لي استاذ، واللي بالنسبه لي من الناس اللي تيطمحوا انهم يطوروا السلاله في البلاد. تحيه ليه وتحيه لخويا يوسف الابن ديالو، تحيه للدراري كاملين اللي خدامين في اسطبلات حارس، على حسن المعامله اولا، حسن الضيافه، وعلى العنايه الكبيره اللي تعطيوها لدوك الخيل تبارك الله في الاسطبل ديالهم. وانتم غادي تشوفوا هذا الشيء في الفيديو. قبل ما نبداو تنتمنى ان الفيديو يعجبكم. قبل ما تبداو الفيديو ما تنساوش تبارطاجيو الفيديوهات مع اصحابكم واحبابكم، خليو تعاليق وجا من قبل تفرجوا من الفيديو، حيت هادشي الا بدا غادي تنساو ما ديروهاش. خليوكم معنا، الفيديوهات غادي يكونوا زوينين ان شاء الله. والسي طنطاوي راه ما بخلش علينا بالمعلومات رغم واحد الوعكه صحيه كانت عنده، ولكن راه عطانا بعض المعلومات حول الخيل. حاولنا ناخذوا الماكسيموم باش يكون الفيديو زوين، وخليكم معنا. السلام عليكم الحاج. وعليكم السلام ومرحبا بنا عندكم. مرحبا بنا، ارتحنا عندكم. الله يحفظك سيدي الحاج، وحنا هذا شرف ليا. الله يجازيكم بخير انتم، الله يكبركم ويكبر بكم ويعلي الشان ديالكم. الله يحفظك حيتاش وانا الشبان اللي تيجتهدوا تيكافحوا. الله يحفظك سيدي الحاج، وانا ديجا تنعرفك قديم في المجموعه، تنعرفك بالاوديوات ديالك اللي كانوا تيفيدونا الصراحه، وباقي محتفظ بهم لدابا. المجموعه ديال اهل الخيل والخير، وكنت تصيفط لنا اوديوات على حساب التغذيه ديال على حساب التغذيه ديال الخيل وكل ما يخص الخيل. مرحبا دابا نيت، مرحبا في اي وقت اللي محتاج شي سؤال مرحبا. الله يحفظك سيدي الحاج. عرفنا بالمنطقه. والمنطقه فاش كاين حنا في هوارات سميتها الكنين ديال السن، والمنطقه كانت محجوره ما معرفاش بالخيل نهائيا بصفه نهائيه، الى درجه حتى شي سربات ديال الخيل ما كاينه ما والو. ملي تنقول الناس انا غنديروا الخيل تيبداو يتعشوا ولكن كاينين كسابات يديروا البقار وهذا. حتى من بعد ما درنا حنا الخيل عاد بداو الناس تشجعوا تينقلوا منا وتيجيو تيسولوا. لان حتى كاين واحد المشكل اخر، ما عندناش لا سوريك هنايا، ما تيلقاوش الفحوله ما والو. لاين تابعين، اسمح لي الحاج، لاين تابعين حنا تابعين لمراكش. تتمشيو من اكادير لمراكش. بغيت تعمر العوده ديك الساعه تبدا حتى لمراكش. هذا هو السبب، حتى الناس اللي ما شجعوش يديروا الخيل هنا. النهار اللي جينا حنا لهنا ودرنا الفحوله ودرنا اللي بغى يعمر فابور الهدان فابور ما تنتخلصوا من عند الناس ما والو، ولاو شويه تتشجعوا داروا العوده. بارك الله فيك سيدي الحاج. كاع ديال اكادير ماشي غير انا بالطبع. بارك الله فيك سيدي الحاج. اسطبل الحارس انتم على ما رديت البال مقسمينه على ثلاثه. هنا شنو دايرين الحاج؟ هنا كاينين جدوع ديال العام، هنا ديال العام عازلينهم جدوع عام هنايا، ولا شي واحد اللي عنده شي بروبليم ولا شي حاجه تيجي يكون لهنا. لكن على العموم هنا في جدوع عام. نبداو بهذا الحاج. بحال هذا اش من راس؟ هذا عربي ديال السباق. عربي ديال السباق. ديال السباق خوالي من برا، معروف با بزاف. العمر ديالو تقريبا على الصعيد العالمي. على الصعيد العالمي سميتو سطو معروف تبارك الله. شحال في العمر ديالو؟ 3 سنين. 3 سنين. هذا ديال السباق. الله يصلح الله يصلح. ماشي ديال الشوط ديال السباق. الله يصلح الله يصلح. بالنسبه للجدعه سيدي الحاج، هذه بنت رمح. بنت رمح. هذه بنت رمح، العمر ديالها 3 سنوات. 3 سنوات. الام ديالها كاينه عندنا وهي كاينه عندها، حتى جدها كانت كاينه عندنا. واحد التساؤل، رمح البارب ولا الارب بارب؟ لا ارب بارب، باها اللي بارب. باها اللي بارب. بات هذه رمح بارب. بارب. مثل ما قلت ارب بارب.
هذه تتكلاصا مزيان في الكونكور. الكونكور تيدوز هنايا عندكم في المدينه ديال اكادير؟ ديك الساعه في عامين جات الاولى، لا في عام جات الاولى، في عامين جات الثالثه. الله يصلح الحاج. بالنسبه للجدة هذا الام ديالو تجي الثانيه، الام ديالو سميتها جات ليا. الاب ديال هذه كريم من الحنابلة. امها سميتو كريم الحنابله. كريم الحنابلة وفا فحل عندنا حنا كاين سميتو بوسافي، بوسافي معروف باسم. باسين. تبارك الله عليك. وهاد اللي قال لي خدات هي خدات ديال الاب ولا ديال الام؟ اللي قال لي عندها ديال الاب ولا ديال الام؟ هذا ديال الاب تماما، جدة. بحال تقول الاب نيتو الأب. بحال با تماما. الله يصلح الحاج. هذا لي برودوي ديالنا حنا، علاش هاد لي برودوي اللي كاينين هنا انتاج خالص ديالكم الحاج. خالص حنا. حتى الام ديالو كبرات هنا. هذا جدو برج فحل عندنا هنا برج الدهم. برج معروف، برج جدو سميتو برج، وبات جدو سميتو أوماس معروف بار، وبا عرب بار، ومو سميتها جوهرة كاينة عندنا. تبارك الله. اكسيدونتي وتهرست من دارها وخلينا غير الولادة حاليا راه باقا كاينة عندنا وتتولد ولاد زين. تبارك الله. هذا ولد حارس ياك الرئيس يوسف، هذا ولد حارس. ولد حارس هذا ولد الدهم. الحارس هو علاش سمينا هذا لي طابل هذا عاود هو عندنا فحل حارس. هو اول ايطالون كان عندكم هنا؟ اول عاود كبر عندنا، ماشي كان عندنا اول عاود كبر عندنا هنا، جبنا تولد هنا وكبر هنا. خو خال هذا، خال جدا الدهم. خال هذا. وبارع عندنا برج، ومو ماتت اللي والام ديال هذا تجي الاولى ديما هنا في اكادير، سميتها جليله. جليله باقا كاينه هنا؟ واحد كاينه تبارك. تجي ديما الاولى في الكونكور. تبارك الله. الله يصلح. بارب فريد راه عندنا راه بطل الابطال جيهان بودور. تبارك الله. زعما ستامبور ريزلطان هنا هذا تفتخروا به بزاف انه تولد عندنا اكستراوردينير. علاش بالضبط الحاج؟ لان حتى كنا خرجنا غادي تشوف لي موندر، غادي تشوف بزاف ديال التحسينات بحال درنا التحسينات لمو فيها مشاكل شي شويه رجلها بحال معوجين، واخترنا لها واحد الفحل كوريجاها فريد البرج. عندنا فحوله كثار ديال البارب، ولكن علاش بالضبط درنا لها فريد البرج؟ لان فريد البرج تيصلح دوك لي موندر. هذه هي النقطه بالضبط اللي تنركز عليها ديما، هي تحسين النسل. عندك عاوده فيها شي مشكل خص تشوف واحد العاود اللي غادي يصلح لها داك المشكل الاولاني، النواقص ديالها. دوك النواقص اللي فيها هي خص تشوف العاود اللي يصلحهم. وملي تولد هذا البرودوي تولد تقريبا خالص، ما بقاش عنده المشاكل اللي كاينين عندهم، وما تيلوحش مازال رجليه البرامه والو، توقف داك الشيء. سبحان الله. هذا هو الدور ديال الفاج، انك كتنتج واحد المنتوج اللي هو مصحين فيه الاخطاء. تبارك الله. هذا الحفيد ديال البرج، سميتو جناح البرج. عالي بزاف، علاش كيروح تبارك الله. ولد فريد مع واحد العاوده عندنا هنا كبيره في العمر، عندها 20 عام. الام عرب بارب، الام ديالو عرب بارب، والاب بارب، وباه بارب. عطانا بحال علاش عطينا هذه؟ لان الام ديالو كثير فيها العربي، طالع فيها العربي فوق 50%. هبطوه ليها بالبربري 50% عربي اللي فيها، وعطيناها بارب باش طيحنا لها الدم العربي ديال العربي، وعطات منتوج زوين متناسق. ربع من داك الشيء ضرب فيه العنق ميمير واحد، وركابي غلاط. سبحان الله. هذا خو بوسافي، خوه الاخ ديالو من باه. لا خوه من الام. من الام. لان بوسافي ولد برادي. هذه غير شرينا ما طابق عليها حتى حاجه. تبارك الله. ما طابش لا جدودها لا ولا. المرقد ديالها الحاج؟ لا ما عرفتهاش. جمعة سحيم. من الجمعة ديال سحيم. تبارك الله. اللون الحاج اللي عندها زعما ما عرفت حتى سميت با ولا سميت ما، باقي حتى الوراق ديالها ما عندناش. باقي مازال ما وصل الكارني ديالها؟ لا مازال شي ناس دينا. زيد.
بحال دابا هادو اللي كاينين هنا يوسف كاملين السميت ديالهم بالاو ديال العام. ديال العام. سير اخويا يوسف دخلها. هذا مع حارس. وزاعم. لا زاعم. زعما الا ما لعبتي معايا يضربك. خويا يوسف هادو كاملين 2022. 2022. كاين اللي مفطوم كاين اللي باقي مع كاينين 4 دابا مفطومين، كنفطموا على 4 شهور ونص. 4 شهور تتفطموا ونص. اونس. ولكن انت راه الماكله راه ملي تيتفطم وتا قبل ما تيتفطم من السيمانه الاولى، السنه الاولى تيبدا يخرج. من 7 ايام الاولى كيبدا شويه تاع الدبن، شويه العلف، من بعد كيبداو ياكل. وشحال ديال الوقت تيدوزوا هنايا بعاد على امهم؟ دابا ساعتين. كنخرجوا مع ديك 8 الصباح آه. حتى ل 11 ونص 11 على حساب الشمس. الا كان كاع الشمس قاصحه ل 10 كندخلوهم، والعشيه عاوتاني من 4 كنخليهم حتى ل 11 الليل، وعلى حسب عاوتاني الا كانوا فاش يلاه كيتزادوا كنبداو ندخلوهم كل ساعتين. كل ساعتين. فاش يلاه كيتزادوا كندخلوهم كل ساعتين. من خلال الزياره ديالي الحاج الاسطبلات ديالكم، الحاجه اللي لاحظتها من الاول هي ان عندكم تقنيات خاصه تخدموا بها ولا طريقه اللي خاصه بكم. من خلال الزياره ديالي المجموعه ديال الكساب انتم عندكم طريقه ديالكم معقوله. فمثلا السؤال اللي بغي نطرح عليك هو بالنسبه للتغذيه ديال الخيل كاملين، شنو تتوكلوهم وشحال تعطيوهم؟ واخا راه سؤال كبير ولكن هو في الحقيقه كما قلت السؤال كبير. انا دائما تنحاول نعتمد على التوازن في التغذيه. التغذيه اول شيء عندي هو الخيل يشبعوا، ما يبداوش يغوتوا، ما يبداوش ياكلوا في الارض يقلبوا على داك الدبل الموسخ ولا شي حاجه. ملي تنشوف كيفاش سميتو تيشبعوا، كاين واحد تتسمى الماده الناشفه، الماده الجافه، عاود تتحتاج 11 كيلو 12 كيلو حتى 13 كيلو على حسب الحركات اللي تيدير. الا وصلتي عليه في الماده الجافه راه تيشبع ما تيبداش هذا. اذا حنا غنعطيو 11 كيلو ديال الماده الجافه، خصها تكون عندها معنى متوازنه، ماشي نعطيو التبن 11 كيلو ديال التبن هو شبع، ولكن خصنا ديك 11 كيلو ندخلوا ليه المواد الاخرين باش يشبع، في نفس الوقت تكون عنده قيمه عند الماكله ديالو. بمعنى خصك توازن ما بين الازوت والطاقه ولي بروتيين والجليتين. هاد المساله ديال الجليتين واحد النقطه بزاف تنبغي نعتمد عليها بزاف، تنبغي ننصح بها الفلاحه ان الجليتين ما يكونش في مرطف باش ما يكونش المشاكل ديال اللي فيه ربيع. الجليتين تيجي من الحبوب،
الحبوب. الفارينه بحال الناس اللي تيكثروا الشعير وداك الشيء تيكون عندهم خطر ديال تطلع لا جلوتين في الدم وتيكون عندهم مشكل ديال لابوربير مع الذره ممكن ديرها الذره حتى هي الذرات كاع الحبوب على العموم الا فاتوا القوانين ديالهم تيوليو المشاكل. اذا هنا تنحاول نركز انني تنعطي الماكله بعيده على هاد لي طو ديال لاكلوتين، نحاول ما يمكن نخدم تحت منها باش ما يمرضوش عندنا خيل. لان الهدف عندك هو العاود ياكل ويشرب وتكون بانك الصحه ديالو زوينه، ماشي يكون عاود كزاري. لان الناس اللي بغاو يبريبارو مثلا التبوريضه لان الطقوس ديال التبوريضه بوحدها حنا تنقولوا العاود دو سبور اللي كتشوف عندنا راه الاغلبيه غير السبور تيركبوا عليهم الدراري وتيدوروا بهم، تكون الصحه ديالو ديال سبور الميسكل باينين والعاود مسنتري ومطوندي ما تكونش غلط بزاف. اش تندير هنا تنحاول ما امكن الطاقه مع الازوت. الا شدينا الازوت وقسمنا على الطاقه ما توصلش 100. الا شديتي مثلا جمعنا في الماكله كلها الازوت عطاتنا الازوت قد وقد والطاقه قد وقد، خصنا نشد الازوت نقسمها على الطاقه، ما خصهاش توصل عندي 100 حتى تكون ديك 90 98 95 نواحي 100 باش يبقى لا سونتي ديال الخيل ديما مزيانه ونشطه. هذا الشيء كاين كيفاش تحسبوه. ونرجعوا ديريكتومون للماكلات شنو خصك دير، تمشي مع اللي رخيص اللي موجود في الوقت. بحال دابا كاين الغلا راكم تعرفوا الحبوب كلهم غاليين، الصوجا غاليه، الفول غالي، كلشي غالي. نحاولوا ما امكن ندير واحد الماكله اللي هي متوازنه من غير ما نوصل للغلا بزاف. وهي فاش فكرت لونسيلاج ديال المايس تنحاولوا نجيبوا لونسيلاج غني بزاف وتنخليوه حتى تكرم الحبه شي شويه، ماشي بحال ديال البقر. هو الاستاذ فاش تنقطعوا داك لونسيلاج تكون العمر ديالو كبير شي شويه على ديال البقر. ديال البقر مثلا الا غادي نقطعوا نحشوا الذره في 90 يوم، ديال الخيل تنزيدوا لها واحد 15 يوم ولا 20 يوم 110 حتى تخليوها تلبس تنشف الحبه. لان هذاك اللبن اللي تيكون في الحبه هو اللي تيدير المشاكل، تيتخمر في المسار نتاع الخيل، تيدير لهم لي كوليك. اذا انت تخلي ديك الحبات نشف وتقطعو تستوكيه مزيان في لونسيلاج وتطاسيه مزيان في الميكا ولا في الحفره ولا كيما كان وتعطيه وتتوازنوا. يعني هنا ملي تدخل لونسيلاج المشكل الوحيد ديال لونسيلاج شنو هو ضروري خص تزيد الصوجا، ضروري لا يناقش، ما يمكنلاش تيكيليبري الا ما دخلتيش الصوجا. اذا ماشي مشكل الا زدنا كيلو ديال الصوجا حاليا، ماشي بحال الا غادي نزيد مثلا الشعير والفول وبزاف ديال المسائل. الا درت لونسيلاج زائد الصوجا تيبقى عندي رخيص وتتولي الماكله مكيليبريه. وتنعطيهم التبن افولونتي وتنزيدوا الاعلاف اخرين المركزه، الاعلاف اللي مصاوبه على حساب الخيل ولا على حساب الخيل على العموم وتتهنى. هذوك اكيليبرين من لوزين تايكيليبري. حنا هنا تنكيليبريو لا راسيون دو باز، تسمى لا راسيون دو باز، داكشي تيفرق الجميع. وعاد تديك الزيادات اللي تيزيد ديال الاعلاف كل لهذا هذوك اكيليبرين من لوزين ما تلقاوش فيهم مشاكل. هذا هي لاليمونطاسيون على العموم. نعم. وبالنسبه للحاج لي برودوي اللي عندكم تنهضر على ديال العام، على شنو بازيتو ولا شنو كانت لوبجيكتيف باش وصلتوا لهاد الشيء؟ شنو كانت لوبجيكتيف ديال الخيل ديال ولاد العام شتيهم بعينيك انت واش عجبوك؟ اولا انا عجبوني هذاك الشيء خلاني انني نطرح السؤال. كاين واحد قبل من هذا السؤال غادي نصيح نصيحه ولا واحد معلومه. تشوف دابا ولاد العام عندنا تقريبا غير الذكور، ما كاينش الاناث وحده، ما عندناش اناث واضطرينا نشريو وحده. علاش؟ لان باش نكيليبري المستقبل، باش نوازن داكشي اللي بغيت في المستقبل. الاناث ما عندناش في ولاد العام. بار كونتر الولاده اللي باقي تيرضعوا دابا الا شفتيهم راه كلهم نتوات. هذه التقنيات تنديروها مثلا من خلال التجربه ديالي، وهي راه حتى هي داخله في دراسات علميه مدققه. تنخليو العوده مثلا سخنات العوده اليوم ما تنعمروهاش اليوم. انا عندي يلاه سخنات تقريبا تدوز ما بين 6 ايام وهي سخونه ولا هكاك. تنحاول ما يمكن ما تنعمرها حتى اخر يوم ونعمرها في العشيه مازال باش تعطيني جدع. الا بغيت جدعات تنحاول ما امكن نعمرها في الايام الاولى ونعمرها مازال في الصباح باش تعطيني جدعات. وهاد التجربه جربناها تقريبا العام اللي فات، عطاتنا النجاح. نسبه النجاح ديالها العام اللي فات وصلت 90%، ونسبه النجاح ديالها العام وصلت 95%. تبارك الله. اذا هنا ملي تنرجعوا تنقولوا العام اللي فات علاش ركزت على الفحوله،
لان الدراري بغاو يديروا السربه ديالهم في المستقبل، السربه ديال الشباب اذا غادي خصهم الخيل اللي غادي يركبوا ديالهم هما. لا تطلع دابا عندنا تقريبا شحال قال لك يوسف ولا شي 7 واقيلا سبعة. أبار زادوا شي 11 ديال العام، وعاد كاينين ديال العامين وكاينين ديال 3 سنين باش يكمل ديك السربه ديالو ديال المستقبل. هذا العام بغينا نديروا ليه الفاج، نرجعوا ليه الفاج ولكن بالبرودوي ديالنا حنا. البرودوي ديالنا هذا هو السبب علاش ركزنا على الجدعات. الا لاحظتي راه تولدوا حتى هي 10 جدعات واقيلا على اساس من بعد نبازوا عليهم هما. اشنو درت هنا؟ التحسين اللي درنا هو تنشوف الام كي دايره وتنشوف لو تيب. انا مازال ما تنهضرش على لو تيب، مازال تنهضر حاليا غير على لي مونبر. لو تيب مازال ما مسوقش ليه كاع. حاليا انا تنهضر على لي مونبر، على الهيئه العامه ديال الجدع ولا جدعه ولا العوده من بعد في المستقبل تبان عاليه وزوينه، ولي مونبر ديالها غلاط وزوينين. الا وقفت تتوقف نيشان ما تتبانكش معوجه ولا تتخرج رجليها على برا ولا شي حاجه. تتشوف العوده ملي كتخرجها لقدامي هنا تنشوف شنو فين عندها لي ديبو. وعندنا الفحول حتى هما راك شفتيهم كاينين 14 فحل. تنشوف هذا اللي يقدر يجيها، لانه هو ما فيش دوك لي ديبو اللي فيها هي، وتلاقيهم تنصحح داك تولد بنتو مصحين فيها دوك المشاكل ما تيكونوش فيها مزيان، على اساس في المستقبل ما تكبر هي تولي عندها 3 سنين ولا 4 سنين. حيت هنا تنعمروا حنا الجدعات على 4 سنين، ما تنعمرهمش على 3 سنين باش كل ديري في الحياه ديالها طويله شي شويه. الا عمرنا على 3 سنين راه بحال نقصنا لها 5 سنين من العمر ديالها. هذيك ديال 4 سنين كلشي بيد الله. الا ما كانوش لي كوليك ولا امراض اخرى ديال 4 سنين، الا عمرتيها على 4 سنين لاول مره تتربح الحياه الطويله ديال العوده تتكون زوينه. نهار تنعمروهم تنعاود نشوف ها هي براسها اشنو فين باقي عندها شي ديفو. الا لاحظت حنا عندنا شويه المشكل في الشعر حاليا. الشعر عندنا ناقص شويه. اذا هذوك ملي غادي نبغي نعمرهم هذوك البنات غنعتمد على هذاك الكاركتير ديال الشعر. خصنا نشوف لهم الفحل عطاهم الشعر ان شاء الله لولادهم لبناتهم هما، وغنركز على البنات في المستقبل ان شاء الله سبحانه وتعالى. الا بغى مولانا ان شاء الله كلشي بيد الله. هذا الاهداف ديالي على اساس من انا واحد 7 سنين 8 سنين حتى 9 سنين على حسب الدراسات العلميه اللي كاينه تيكون عندنا برودوي خاص.